ننوس عين ماما طلع على السوشيال ميديا وهو غضبان قوي علشان يقول للمصريين انتوا اخركم تاكلوا لحم حمير في شرم الشيخ. انا دلوقتي قاعد في باريس وانتوا قاعدين في الجيزة والسيدة زينب غرقانين في الديون ومش معاكم فلوس تاكلوا وتشربوا. الانفلونسر اللبناني احمد حجازي بيقول على نفسه انه ملك الاناقة وملك جمال الكون، بس لغاية دلوقتي هي مش واضحة بالنسبة لي هو ازاي انفلونسر، يعني مش قادرة أعرف إيه نوع الحاجة اللي بيقدمها ليها تأثير على الناس. لكن نقدر نقول إن شغلته باختصار إنه بيستعرض نفسه أو حاجته، يعني بيسافر دول أوروبا، بيروح أماكن فخمة، بياكل أحسن أكل، بيشرب أحسن شرب، ده غير بقى اللبس والمجوهرات والميك اب. يعني نقدر نقول إن السبب الوحيد في الشهرة الكبيرة اللي وصل لها حياته مرفهة بزيادة. وفي معلومة تانية كده بتقول إن هو المسؤول عن فرقة مشروع ليلى، هو اللي بيدفع لهم وبيتكفل بمصاريف حفلاتهم في البلاد العربية علشان يساعد على انتشار حاجة كده كلنا عارفينها وعمرنا ما هنوافق عليها. فما بقيناش عارفين نقول المسمى الوظيفي بتاعه إيه بالظبط، فسميناه الواد اللي كل ما يزهق يطلع يقول أنا غني جدا ويشتم في أي بلد زي ما عمل مع مصر، ويطلع يقول إننا اتخلقنا علشان نبقى في خدمته وإنه أصلا مش راضي عن مستوى الخدمة اللي احنا بنقدمها له. وقال كمان إن المصريين في باريس مفيش واحد فيهم عليه القيمة، ده غير بقى غلطه في الجيزة والسيدة زينب. لكن يا حرام اللي هو ما يعرفوش إنه لو عدى بس من قدام أي منطقة من اللي بيتريق عليهم دول مش هيطلع منها. المهم إن حجازي ثروته بالتقريب كده 30 مليون دولار، منين وايه المصدر وبدأ ازاي ووصل للمرحلة دي امتى الله اعلم. هو شخصيا مكتم على المعلومة دي بطريقة غريبة، هو بيتقال عليه رجل اعمال وعنده شركات في اوروبا، لكن ايه هي الاعمال دي محدش عارف. مع اننا لو جينا بصينا على صوره على انستجرام هنلاقيه بيطلع يكتب تمن الالماظ واللبس واي حاجة بيظهر بيها. فمنين بقى انت عايز تعرف الناس انك غرقان في الفلوس بالشكل ده، ومنين مكتم على مصدر ثروتك؟ ده إلا إذا بقى التكتم ده وراه حاجة مش ولا بد. كل ده كوم، وطريقة حياته ولبسه وكلامه كوم تاني خالص. عشان يفضل السؤال اللي ملوش إجابة، يا ترى اللي بيظهر ده ست ولا لا مؤاخذة راجل؟ مع إنه للأسف بيتقال إنه كان مهندس شاطر جدا وكان ناجح في الهندسة الاقتصادية والمدنية، لكن تقول إيه؟ ربك مش بيدي كل حاجة. وطبعا بسبب كتر الانتقادات اللي بتجيله على طريقة حياته ولبسه وكلامه بقى ينزل صوره على انستجرام ويقفل الكومنتات علشان يا حرام الناس الوحشة اللي مش عايزة تسيبه في حاله. بس أنا برضو مش فاهمة، لما أنت واثق من كل حاجة بتعملها ليه خايف من كلام الناس؟ المهم إنه لما اتسأل أنت ليه ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ أنت أكيد يعني مش ناقصك حاجة، لعل المنع خير. ساعتها رد وقال إن البنات كلها زي إخواته وإنه مش عايز يتجوز دلوقتي خالص. وقال كمان إنه كده كده مطمن لأنه هو متأكد إن أي واحدة عربية تحلم تتجوزه. المهم بقى إنه عايش حياة لا أتمناها لألد أعدائي. أولاً باين جداً إنه مش مبسوط، ده غير إن في دكاترة نفسيين كتير شخصوا حالته إنه عنده اضطراب نفسي، ده غير بقى إنه محاط بناس ولا واحد فيهم بيحبوه، عايش وسط ناس مزيفة كل همهم فلوسه وبس. المهم يعني ربنا يهديه. بس عايزة أقول حاجة بسيطة بالنسبة لبنات العرب اللي انت فاهم ان حلمهم يتجوزوك دول، خدها مني كلمة ثقة، اي واحدة فينا يوم ما هتفكر تتجوز اكيد مش هنفكر في واحدة شبهنا. وعلى رأي المثل، يا واخدة القرد على ماله يروح المال ويفضل القرد على حاله.